عاملين ايه؟ فاكر الجالاكسي 25 بتاع السنه اللي فاتت؟ كان من اقوى الموبايلات في فئه ال 10000 جنيه لانه كان بيصور 4K ومفيش موبايل بالسعر ده كان بيصور 4K. لكن المشكله هنا كان استخدام المعالج الاكزينوس ال 1280 اللي بالمناسبه ده كان محترم جدا، ولكن الحراره واستهلاك البطاريه كان عالي. تعال شوف النهارده الاي 26 اللي جاي يحل كل المشاكل دي وجاي بتطويرات يخليه ينافس مع الجالاكسي 36 الاغلى منه، ودي حاجه غريبه جدا. تعال شوف بنفسك. اي موبايل جاي بالتصميم الجديد لسلسله الاي زي الجالاكسي اي 56 والاي 36 اللي هو 3 كاميرات في الظهر وحواليهم فريم من شكل الكاميرات، تصميم حلو جدا ومحترم. والمفاجاه هنا في الخامات اللي جاي منها الجالاكسي 26. الموبايل جاي بخامات من الزجاج في الظهر وفي الشاشه مع فريم من البلاستيك ومحمي بطبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، ودي نفس الخامات ونفس طبقه الحمايه المستخدمه في الجالاكسي 36 اللي هو اغلى منه، وحتى كمان الاي 56. ده مش بس كده، الاي 26 جاي بشهاده مقاومه الماء والغبار الاي بي 67، ودي نفس الشهاده برضو الموجوده في الجالاكسي 36 وال 56 اللي هم اغلى منه. فخامات تصنيع الموبايل هنا حقيقه محترمه جدا، وبقي زيه زي الموبايلات اللي اغلى منه من سامسونج. عاوز اقول لك ان الموبايل ده كله مفاجآت. خد المفاجاه الجايه دي، المعالج المستخدم هنا هو من اكزينوس ال 1380، وده نفس المعالج الموجود في الجالاكسي 35 اللي هو اكتر موبايل بيبيع من سامسونج لحد دلوقتي. معالج اداؤه محترم جدا، استهلاكه للبطاريه كويس جدا، موفر في البطاريه وما بيسخنش زي اللي كان موجود في الاي 25 الاكزينوس ال 1280. معالج قوي جدا، وعايز اقول لك ان الاي 36 جاي بمعالج من سناب دراجون 6 جين 3. لما تيجي تقارنه مع ال 1380 هتلاقي الفرق بينهم قليل جدا وتقريبا لا يذكر. كل الاختلاف هنا ان ده معالج من كوالكوم وده معالج من اكزينوس. فحرفيا مع الاي 26 مع الاكزينوس ال 1380 انت بتاخد تجربه اداء مشابهه للجالاكسي اي 36. الجالاكسي 26 لو اتسعر في مصر تسعير كويس هيبقى من اكتر الموبايلات اللي هتبيع من سامسونج السنه دي. نروح للجديد في الشاشه، وعندنا هنا شاشه اكبر 6.7 انش فول اتش دي بلس من نوع سوبر اموليد بجوده ال 2340 في 1080 بكثافه بكسلات 385 بكسل في الانش، الداعمه لل 120 هرتز وسطوع 1000 نتس. الجديد هنا الحجم الاكبر 6.7 بدل 6.5 في الاي 25، وكمان دعم طبقه حمايه الكورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس. شاشه محترمه جدا، وكمان هنا نسبه الاستحواذ بقت افضل بكتير 86.7%. الحواف في الشاشه هنا قليله بالنسبه لكل الحواف تقريبا ما عدا الحافه السفليه اللي في الشاشه، اللي سامسونج لحد دلوقتي ما زالت بتحط الحافه الكبيره قوي دي في الشاشه. بس انا بتكلم هنا عن الحافه السفليه، لكن باقي الحواف قلت بفرق ملحوظ عن الاي 25. لسه سامسونج محتفظه بالنوتش بتاع الكاميرا السيلفي، ولكن كل العيوب دي موجوده في تصميم الشاشه بالنسبه للنوتش والحواف. لكن احب اطمنك جدا الشاشه دي محترمه زيها زي شاشات الاي 25 والاي 36 والاي 35، الوان محترمه جدا، سطوع مش هتواجه معاه اي مشكله. نروح بقى لكاميرات الموبايل، واللي ما تشوف ارقامها تحس انها ما اتغيرتش كتير، بس انا اقول لك ايه الجديد. عندنا هنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بفتح العدسه 1.8، الدعم للمثبت البصري حقيقي OIS. كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل بفتح العدسه 2.2، ودي كاميرا الالترا وايد الخاصه بالتصوير الواسع. معانا كاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل بفتح العدسه 2.4، ودي للتصوير الماكرو. عندنا سيلفي 13 ميجا بكسل بفتح العدسه 2.2. الموبايل هنا بيصور فيديو 4K 30 فريم و1080 30 فريم، ومع الاسف ما بيصورش 4K بالسيلفي زي الجالاكسي اي 25 بتاع السنه اللي فاتت. من ناحيه الارقام هنا فهي ما اتغيرتش فعلا على الجالاكسي 25، ولكن بالطبع الصور والفيديوهات هتطلع من الموبايل ده هتبقى احسن بفرق واضح مع استخدام المعالج الافضل الاكزينوس ال 1380، وكمان مع السوفت وير الجديد من سامسونج ال1 UI 7. الاي 25 بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، دعم الشحن السريع 25 واط زي الجالاكسي اي 25. مفيش اي حاجه اتغيرت، وده طبيعي ان هو عمره ما هيديك 45 واط. هنا احنا اصلا كنا مستغربين جدا ان هو حاطه في الاي 36، فتمام يعني. الموبايل جاي ببصمه مدمجه في زر الباور زي الاي 25 والاي 16. الفروقات القويه هنا بينه وبين الاي 25 استخدام خامات افضل من الزجاج وطبقه حمايه اقوى فيكتاس بلس، مع كمان دعم مقاومه الماء وغبار الاي بي 67، واستخدام المعالج الاقوى الاكزينوس ال 1380، مع كمان واجهه سامسونج الجديده ال1 UI 7، ودعم الموبايل ل6 سنين تحديثات
سماعات اندرويد. ومن ضمن المفاجآت هنا ان الموبايل جاي بسماعات مونو مش ستيريو، ودي حاجه غريبه جدا. يعني انا مش فاهم، الجالاكسي 25 كان جاي بسماعات ستيريو، انت ليه شلتها هنا؟ يعني هو الموضوع مش منطقي، يعني مش مفهوم. بس هو يعني بس غير كده، والغريب هنا والنقطه انا حابب اكد عليها، الموبايل هنا جاي قريب جدا للجالاكسي اي 36 من ناحيه نفس الخامات تقريبا، كمان معالج ينافسه وبقوه مع نفس الاداء. طبعا لو عايز تعرف اكتر عن الجالاكسي اي 36 احنا كنا عملنا عنه فيديو وممكن تشوفه من هنا. وطبعا لو عندك اي سؤال اتفضل نورني في الكومنتات وانا هرد عليك. مع السلامه.